السلام عليكم كبيدات، لاباس عليكم بخير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال نتوما وعائلاتكم. كما لاحظتم من خلال المينياتور فغادي نبارطاجي معكم واحد لاطاخت كتجي سهله جدا في التحضير ديالها، مقاديرها بساط في المتناول. واحد لا جينواز اللي رائعه جدا ديال المحترفات، ولكن مقاديرها بساط وسهلين. ما تحتاجوا لا مكونات بزاف ولا ماتيريال ولا والو. فقط تبعوا معايا الفيديو الى الاخر ديالو باش تعرفوا على جميع اسرار تحضير هاد لا جينواز باش تنجح معكم. ولو كنتوا اول مره غادي تحضروها فانا اكيد غادي تنجح لكم. طاقة غنيه جدا، مكونات بساط. واخا تشوفوا اللوز البنات ما تخافوش، راه 10 دراهم د اللوز كافياكم باش تحضروا هاد لا طاخت. اللوز غير كيزيد يعطي واحد الغنى لديك الكريمه، باش ديك الكريمه ملي كتاكلوها ما كتجيكمش ديك الكريمه باسله، بالعكس كتعضو كتحسوا بواحد القرمشه في الكريمه. فغير كيزيد يلذذها. وفقط بغيتو تبدلوا اللوز بكاوكاو فلكم حريه الاختيار، لما لا. هنايا غادي نحضروا النوغا ديال اللوز، هي اللي غادي نحضروا بها الزين ديال الطرط. وايضا غادي نضيفوه الكريمه اللي غادي نحضروا مع بعض. صدقوني البنات هاد لاطاخت كتجي رائعه وغادي تنفعكم في هاد الشهر المبارك الكريم، خصوصا الى مور الفطور كيجيوكم الناس وكديروا العراضات في رمضان. فهذه طرطه ديال تحميره الوجه ودغيا دغيا كتوجد صراحه، وما كتحتاجش مكونات بزاف او كثر التعقيدات. والمنظر ديالها كيجي كيشهي هماوي. الا حضرتيها اول مره انا اكيد غادي تنجح ليك وما تحتاجيش كثرت المواد وكثرت الماتيريال. انا غادي نبارطاجي معكم الشكل ديالها كيفاش تيجي. هنايا راه بارطاجيت معكم لقطات ديال التحضير ديالها من لا جينواز حتى للتزيين، وهذه هي النتيجه النهائيه ديالها. فتبعوا معايا الفيديو الى الاخر ديالو باش تعرفوا على جميع مراحل التحضير هاد الطورطه هذه. بقاو معايا الى اخر الفيديو. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك باش نعرف الناس اللي تبعوني وعجبهم الفيديو. بالنسبه للمقادير، عندي 9 البيضات بدرجه حراره المطبخ، 2 ساشي د فاني، عندي 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وثلث كاس مع 2 كيسان. وعندي ايضا 2 كيسان ما عامرينش ديال سنيده، غادي نعطيكم حتى بالغرامات، وقريصه ديال الملح. بالنسبه للبنات باش نشحن لكم لا جينواز، اول حاجه خاص يكون البيض بدرجه حراره المطبخ باش يقدر يتضاعف الحجم ديالو. هنايا بالنسبه للبيض، كل بيضه تعادل 30 غرام ديال السكر، وكل بيضه تعادل 30 غرام ديال الدقيق الفورس، الدقيق الابيض. يعني عندنا هنايا في هاد لا جينواز 9 الحبات ديال البيض، يعني هي 280 غرام ديال السكر. للناس اللي ما عندهمش الميزان، 280 غرام ديال السكر راه هي 2 كيسان غير مملوءه ديال العنبه. يعني كل كاس ديال العنبه كنقص منه واحد شويه. راه غادي تلاحظوا معايا منين كنت سنوريكم الكيسان، راه ديال سنيده ما عامرش. وبالنسبه للدقيق، 280 غرام ديال الدقيق الابيض هي 2 كيسان عامرين ديال العنبه، وغادي تزيدوا ثلث كاس. صافي هنايا منين خدمت البيض في الاول راني خدمته مع سنيده ومع فاني وقريصه ديال الملح حتى ضاعف الحجم ديال البيض كما كتلاحظوا، ولا اللون ديالو ابيض. عاد ديك الساعات ضفت ليهم الدقيق شويه بشويه، يعني على 3 ديال الدفعات او لا 2 ديال الدفعات. هنايا كنخدم بالفوي من التحت للفوق وغير بشويه، يعني راه غير كنجرب الفيديو، اما هو في منين تكونوا كتخدموه خدموا غير بشويه من تحت للفوق باش هذاك البيض ما كينزلش، وداك الهواء اللي طربنا البيض ودخلوا الهواء يبقى محتفظ على ديك التهويه ديالو. يعني هاد لا جينواز ما فيها لا خماره لا والو، فقط هذيك التراب ديال البيض اللي طربنا هو اللي غادي ينجح لكم الوصفه ديال لا جينواز. اما الا قبضتوا داك البيض وبقيتوا كتطربوه دغيا 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 اهبط، تكونوا اكيدين ان لا جينواز ديالكم راه ما غاديش تنجح لكم، وغادي تجي مدقصه، وغادي يجي فيها النسبه ديال سنيده كثيره، وغادي تجي معلكه. صافي هنايا راني وجدت واحد اللاطه كبيره ديال الفرن. انا عندي الفرن كبير فيه 90 سنتيم. ما كانش عندكم الفرن كبير
قسموا هذيك لا كونتيتي على 2 أو 3 ديال لاطات. هذا ما كان البنات. انا هنايا خدمت لاطه كبيره وغادي ندفعو دفعه واحده، وغادي نقطع ديك الساعات لا جينواز ديالي على حساب لي كونتيتي اللي غادي نحتاج انني نمونطي بهم ديك لاطاخت. فمثال هنايا راه غادي تعطيني 3 ديال الدوائر كبار تقريبا فيهم ديك 26 28 سنتيم، 3 ديال الدوائر اللي غادي نمونطي بهم ديك لاطاخت ديالي. صافي هنا من بعد ما وزعت جيدا داك الخليط ديالي ديال لا جينواز، كنحاول انني نخليه بشكل متساوي. راني مسخنه الفرن ديجا، مسخناه مزيان، ومنين غادي ندخل لاطه ديالي للفرن غادي نمهل العافيه شويه، وغادي نخلي العافيه غير من التحت لمده 10 دقائق. هذيك هي المده الاجماليه ديال الطياب ديال لا جينواز. منين غادي تفوت ديك 10 دقائق صافي كنعرف راه لا جينواز ديالي راها بدات تطيب، وغادي تلاحظوا بانه راه بدات تتحمر من الجوانب. غادي نهبطها ميم با دقيقه غير باش يذهب ليا اللون ديالها من الوجه ديالها فقط. هادشي اللي كاين البنات. صافي هنا غادي نسد الفران وغادي نمروا مع بعض باش نحضروا النوغا ديال اللوز. النوغا ديال اللوز غادي نحتاجوا فيها كاس مع مرش ديال سنيده، ثلث كاس ديال الماء، وعندي كاس ديال العنبه ديال اللوز. انا قلت لكم لوز اختياري، بغيتوا ديروا اللوز بغيتوا ديروا كاوكاو، هو انا كنفضل اللوز صراحه. صافي هنايا غادي نبقى كنحرك حتى غادي نحس بان هذيك السنيده بدات تذوب. غادي توصل لواحد المرحله غادي تحسوا بها بان هذيك السنيده بدات تتحجر لكم. ما تخافوا من والو البنات، استمروا في التحريك جيدا، وحبذا لو انكم ديروا شي مقله اللي ما كتلصقش بحال هكايا. صافي استمروا في التحريك حتى غادي ديك السنيده غادي تبدا تذوب، وغادي تغير اللون ديالها وغادي تولي بحال الكراميل. صافي تما عرفوا بان راه النوغا ديالكم راه وجدات. وجدوا واحد قاعد ديال الزبده اولا بابي سولفوريزي فوق من الخامه ديالكم اولا فوق سطح العمل، ومباشره ما تذوب ديك سنيده ويولي اللون ديالها قوي غادي تفرغوها فوق من داك القاعد، وتحاولوا انكم توزعوها جيدا، ما تخليوهاش حتى تبرد. الا بردت راه غادي تقصح وامبوسيبل واش تقدروا تحيدوها. صافي هذا ما كان. وعندكم يفوت في هذا في اللوز الطياب. الا تحرقت ديك السنيده راه كتخلي واحد المذاق ديال المروره، فقط خليوها حتى يولي اللون ديالها قهوي مفتوح، وزولوها من فوق النار. حاولوا انكم توزعوها جيدا من فوق داك القاعد. لان انا شخصيا غادي نحاول انني نهرس هذيك النوغا، والطرف اللي غادي يبقاو ليا شويه صحاح مزيانين هما اللي غادي نزين بهم نزين بهم الوجه ديال الطورطه ديالي. صافي من بعد ما غادي تبرد وتشد راسها كما كتلاحظوا هنا فين غادي نحاول انني نختار الطرف اللي مزيانين اللي غادي نزين بهم الوجه ديال الطورطه، والبقيه راني غادي نطحنهم في لاشواغ حتى نحصل على واحد بودره ماشي مدعوقه 100%، ماشي بحال الدقيق، لا غادي نحصل على بودره مقرمشه ديال اللوز. بمجرد انني نخلطها مع الكريمه، منين نكونوا كناكلوا الكريمه نحسوا بديك القرمشه ديال اللوز. هذا ما كان. صافي هنا غادي نوريكم الشكل ديال البودره كيفاش بغيتها نتوما. كما كتلاحظوا راه باقيين فيها حبيبات باينين. غادي نوضعها في واحد الزلافه. لا جينواز ديالي سيغمون غادي تكون طابت. غادي نبارطاجي معاكم الشكل ديالها منين كطيب كيفاش تيكون، وغادي نمروا من بعدها باش نحضروا الكريمه اللي غادي نديروها كحشوه لهاد لاطاخت. انتما كما كتلاحظوا لا جينواز ديالي من بعد ما طيبتها هذاك الوجه ديالها كيجي محمر شويه اولا مذهب، والاسفل ديال لا جينواز راه ما خاصكمش تخليوها حتى تحمر. الا خليتوها حتى تحمرات من التحت كونوا اكيدين غادي تقصح لكم وغادي تفوتوا فيها الطياب وغادي تجي قاصحه. هنايا غادي ناخذ داك لو سيركل اللي غادي نمونطي فيه لا طاخت. غادي نحاول انني نطراسي دوك الدوائر اللي غادي ندير في لاطارت ديالي
الا ما تقطعوش لكم حاولوا تستعنوا بالسكين. هانتوما كما كتلاحظوا لا جينواز كيفاش كتجي اسفنجيه وما كتجيش غليظه بزاف وكتجي رطبه وزوينه ولذيذه وما فيهاش ديك الزفوريه ديال البيض لان درنا فيها جوج ساشيات ديال الفاني. هنا دوك لي شوت اللي بقاو ليا راني غادي نحتفظ بهم وغادي نقادهم ونعاود نقطع سيركل واحد اخر. بالنسبه لهاد السيركل اللي غادي يجيني مرقع راه غادي نديروه هو الوسطاني، الجوج المزيانين، واحد من التحت واحد من الفوق، وهذا اللي مرقع غادي نديرو في الوسط. هانتوما كما كتلاحظوا هادو هما الاجزاء. بالنسبه لهادوك لي شوت الاخرين تقدروا غادي راه شاط ليا ديجا، تقدروا تحضروا بهم وصفات اخرى ما تضيعوهمش. بالنسبه للكريمه عندي لا كريم فريش، غادي نحتاج تقريبا نص لتر ديال لا كريم فريش. عندي جوج وراق ديال جيلاتين غادي نديرهم في الماء بارد باش يرطابوا. عندي بودره ديال الشونتيي انا اختاريت ديال الشكلاط، وعندي جوج ياغورت ديال الشوكولا، وعندي البودره ديال اللوز. لكم الاختيار، الا بغيتو ديروها بنكهه ديال الفريز كاينه بودره ديال شونتيي ديال الفريز، بغيتوها ديال الفاني ديروا الفاني. غير هو الا درتو ديال الفريز حتى الياغورت ديروه ديال الفريز. صافي هنايا درت ساشي ديال كاكاو المور وبودره ديال شونتي ديال الشكلاط، سيترو ديال لا كريم فريش. وبالنسبه لا جيلاتين ضروريه جيلاتين صراحه، واخا بغينا نستغناو عليها ولكن راه فشي وصفات راه ضروريه. هي اللي غادي تخلي الكريمه ديالنا تماسك. بما ان الكريمه بارده ما يمكنناش غادي نخلطوا لا جيلاتين مع الكريمه بارده، دونك غادي نقبط هذوك جوج وراق ديال لا جيلاتين من بعد ما رطبتهم في الماء بارد حتى يرطابوا. غادي نديروا في واحد الكاسرونه وغادي ندوبهم في عافيه مهيله حتى يذوبوا. عاد غادي نضيفهم على الكريمه من بعد ما طربتها وتماسكات وضعف ليا الحجم ديالها. نتوما كما كتلاحظوا راه الكريمه بدات تتماسك، وهذيك لا بودغ ديال الشونتيي هي اللي كتعاوننا لا كريم فريش باش كتجينا عاقده. وايضا لا جيلاتين منين كنديروها في الثلاجه راه كتعطي حتى هي الدور ديالها. صافي هنايا خلط جيدا ديك لا جيلاتين مع الكريمه. غادي نحيد واحد الجزء اللي غادي نزين به الوجه ديال الطورطه غادي نخليه جانبا، والبقيه اللي غادي نديرها كحشوه في وسط من الطورطه هي اللي غادي نضيف لها ديك البودره ديال اللوز. كما كتلاحظوا كنخلط جيدا على هذا الشكل هكايا حتى كتجانس، غير بسباتول ما تحتاجوش تطربوا بالضراب. صافي وغادي نبدا نمونطي في الطورطه ديالي. درت الطبقه الاولى غادي نسقيها بشويه ديال الحليب مخلطه معاه شكلاط غبره. بغيتو ديروا اي سيرو معتمد عندكم، سيرو ديال الماء والسكر ولا هذا اللي بغيتو ديروه. المهم انا تنفضل الحليب بالشكلاط. من بعد ما سقيت لا جينواز ديالي غادي نوزع الكريمه على هذا الشكل. غادي نضيف الطبقه الثانيه اللي سبق لي ورقعتها، غادي نسقيها حتى هي بالحليب والشكلاط حتى نسقيها، ونعاود ندير طبقه اخرى ديال الكريمه، ونعاود ندير الطبقه الاخيره ديال لا جينواز ونسقيها غير بشويه ديال الحليب ونكمل المونتاج ديالي. فتبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على الطريقه ديال التزيين كما شرحتها لكم.
هنا البنات من بعد ما وضعنا الكريمه في وسط من الطورطه ديالنا، كنقبض هذيك الكريمه اللي احتفظت بها جانبا اللي ما فيهاش البودره ديال اللوز، وهي اللي كنوضعها على الوجه ديال الطورطه. كنحاول انني نملس جيدا الجوانب والوجه ديالها كما كتلاحظوا على هذا الشكل هكايا. ما تخليوش الكريمه غاديه بشكل غير متساوي، من الاحسن انكم تساويو السطح ديال اولا الوجه ديال الكريمه وايضا الجوانب. هانتوما كما كتلاحظوا راه ما غاديش تحتاجوا شي ماتيريال كتير، غير هاد البلاستيكه باش انا خدمت صراحه تتعاون. صافي عندكم فورشيت اولا سكين مسنن اولا هاد لو تروك اللي انا خدمت به حتى هو راه مسنن، كتحاولوا انكم تقادوا به الجوانب. فالتزيين كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديال اي شخص، حتى نحتفظوا بها من بعد ما كنقادوا لها الوجه ديالها والجوانب ديالها. كنحتفظوا بها في المجمد ليله كامله حتى تتماسك جيدا وتشد راسها. صافي هنايا غادي ناخذ هذاك الاناء اولا الطبسيل اللي غادي نقدم فيه طبق التقديم. خديت شويه ديال الشكلاط وغادي نحاول انني نزين به الجوانب ديال الطورطه. كما كتلاحظوا غادي ندير بحال شكل دميعات هكايا، على شكل دميعات في الجوانب ديال الطورطه. وغادي ناخذ لا كريم اللي شط ليا من التزيين ديال الوجه ديال الطورطه، غادي نديرها في بوشادوي وغادي نحاول انني نزين بها الجوانب. وكان في نفس الوقت كنغطيو الا كان تندرقوا العيب كما كيقولوا، هذاك العيب اللي تيكون في الجناب بحال هذاك الشكلاط اللي مدمع لتحت وهذا تحاولوا اننا نغطيوه بالكريمه. صافي هنايا خديت الكريمه ديالي درتها في بوشادوي وكنحاول ندير بحال شكل علامه استفهام على هذا الشكل هكايا. الراس خديته شويه غليظ. بالنسبه للجوانب ديال التحت غادي نبدل الراس، غادي ندير راس اخر يكون شويه رقيق، غادي ندير بحال شكل وريضات عاوتاني لتحت. صافي وغادي نزين كما قلت لكم تزيين اختياري، كل واحد على حسب المستطاع ديالو القدره ديالو والرغبه ديالو ايضا. صافي هنايا غادي نزين على هذا الشكل هكايا. وبالنسبه لهداك السطح اللي الفوق غادي نزين بشويه ديال الشكلاط خلطته مع الكريمه، غادي نديرو من الفوق وغادي نرش عليهم شويه ديال شوكولا فيغميسيل. وهادوك الطريفات ديال النوغاد اللوز اللي احتفظنا بهم سابقا هما اللي غادي نديروهم من الفوق، باش نبينوا بانه راه الطورطه ديالنا راه فيها شي حاجه ديال اللوز. هذا ما كان البنات، وهذا هو الشكل النهائي كيفاش تجي رائعه جدا سهله التحضير. وغير الا ما بغيتوش تفرحوا وليداتكم صراحه كتجي لذيذه بزاف ومقاديرها في المتناول. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم ترقكم وتنال الرضا والاستحسان ديالكم، وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاتكم. الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي نتمنى انكم تدعموني بالاشتراك ديالكم مع تفعيل الجرس باش يلحقكم كل جديد عندي في القناه. والناس اللي متبعيني من قبل كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى التتبع ديالكم. لا يخطيكم بكم ان شاء الله القناه غادي تزيد لقدام. يلا البنات ما نطولش عليكم، خليت لكم الراحه والسياحه، الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.